يلا حبايبي نبدأ كده يومنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وننزل في التعليقات نملاها بالصلاة على النبي وبذكر الله. عندنا نص كيلو ايه، هو كان بانيه، كانت عاملاه بانيه بس اللي صواب، انتوا عارفين ان انا ما بحبش البانيه المبطط ده، انا بعمله صواب. المهم حتتين دي، وهقوله بقى هنعمل ايه. اكيد هنعمل كفتة، ادام عملنا كده يبقى هنعمل كفتة. معانا ده ايه بقى؟ ده فول صويا، وانتوا زي ما انتوا شايفين مفرفر خالص اهو، يعني نقعناه وصفنا خالص. دول كوبايتين هنحطهم معاهم زي ما انتوا شايفين كده. حطينا الفول الصويا اللهم صل على النبي، وصدور الفراخ وحتتين الدهون. وهنا دي بطاطسية مهروسة، ومعاها الفلفل وطماطم مبشورين، فلفل متخرط وبصل وطماطم مبشورين ومتصفيين. عايزة تزودي البطاطس دي تمام، مش عايزة تمام برضو. الفول الصويا عايزة تزوديه برضو تمام، مش عايزة تزوديه تمام. احنا كل الموضوع ان احنا بنحاول نعمل اكلة اقتصادية تسد معاكي قلب امك انت وهي، وايه، وتدي معاكي كمية في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا عايزين اي حاجة اقتصادية بأي طريقة. المهم هنقلب الحاجات دي وهنعمل في المكنة دي. فاكرة المكنة دي؟ فاكرينها كده بتاع امهاتنا اللي كنا بنعمل بها البسكوت؟ هنعمل فيه عشان الكبة باظت. الحمد لله الكبة باظت والخلاط باظوا مع بعض الاتنين. الحمد لله على ما صلح. هنبدأ بقى عفوا. هنبدأ نفرمهم في المكنة ونرجع مع بعض تاني. وده حبيبي زي ما انتوا شايفين. والنبي ما رجعتكوش لأيام زمان لما كنا بنقعد نعمل البسكوت أو عجينة الطعمية. نكملها مع بعض بقى ونرجع تاني. وده حبايبي زي ما انتوا شايفين. بس يا بابا اصبر. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت وشغاله ما شاء الله. وده عمار مشغلينه معانا عمال يعمل لنا. عمار قول با، قول لهم سلام عليكم واعملوا لايك. السلام عليكم، عملوا لايك. بس بقى اصبر. وده حبايبي احنا فرمناها خلاص اهو. دي معلقه عسل، اسمعي مني وحطيها هتنقلك الكفته في حته تانية خالص. وده التوابل، وده فص توم، يعني كام فص توم كده، وقرن شطه احمر حراق. مش عايزه تحطي حراق تمام براحتك. وده البطاطس اللي قلتلك عليها، والفلفل والطماطم والبصل المبشورين. قلتلك هنخلي نص كيلو يعمل لك اكتر من كيلو او يمكن 2 كيلو. هعملهم بقى، اقلبهم مع بعض، نعجنهم حلو ونرجع مع بعض نشوفهم شكلهم ايه. وده كده حبايبي قلبناها اهيت ما شاء الله. الاصفر او البرتقاني ده دي جزرية انا سلقتها وحطيتها مع البطاطس كده. بسم الله ما شاء الله، هي ده كده نص كيلو. بسم الله ما شاء الله بقى يجي اكتر من كيلو ونص او داخل على 2 كيلو. يبقى نص كيلو بانيه. وحطينا معاهم قولي 100 جرام او 150 جرام دهون، والكوبايتين الفول الصويا عفوا، والبطاطستين مسلوقين وجزرايه، والطماطم والفلفل بقى والبصل والتوابل. وحطينا معلقه عسل والملح وتوابل للكفته. والتوابل دي بتاعتك بقى، فانت تحط اللي انت عايزاه. المهم كده ايه، اي نوع توابل اللي انت عايزاه حطيه. دي ما بتاعتك انت، مش اجباري عليك يعني ان انت تحطي نوع توابل معين. واهم حاجه معلقه العسل. حالا هنقوم يعني هتحطها في التلاجة نص ساعه كده ولا حاجه او ساعه، وبعد كده تصبعيها. حبايبي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله طلعت من الفرن، شكلها هيفرح. وده الفحمايه، هي الله يرحمها مش فحمايه عشان هتبقى. وده حبايبي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. ده حبايبي زي ما انتوا شايفين نص كيلو بانيه بسم الله ما شاء الله. عمل كل ديت عفوا يا حبايبي. ما انتوا شايفين وفضل لسه شويه. وعملنا جنبهم سلطه طحينه. بسم الله ما شاء الله، يعني نص كيلو عمل شويه ما شاء الله عليه. يلا اللي جربها يقول لي جربتها، لو حد عنده فكره تانية يقول. احنا بنجرب طريقه توفير